بالحلوين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اخيرا فرشت الفرش الرمضاني. انا الصراحة كنت فرشاه من يومين، بس الواحد عنده ضغط اليومين دول. الواحد الصراحة ما بيقعدش خالص من تنظيف بقى كده، بنكمل حاجة رمضان. فالواحد ما قعدش الصراحة خالص، فانا قلت بقى انزل لكم الفيديو. جا وقته خلاص ان احنا بقى نبدأ كده نظبط المطبخ بتاعنا ونفرشه كمان بالفرش الرمضاني، علشان كده نستقبل الشهر ان شاء الله ويبقى المطبخ معانا نضيف. طبعا اليومين دول مع الدراسة بقى، وكمان عاوزة اخلص حاجات العيد. يعني انا كمان بلف على الحاجات بتاعة العيد بقى واللبس والشوزات وكل ده علشان اخلص الحاجات كلها. فعلشان كده اتأخرت عليكم في تنزيل الفيديو. الواحد في رمضان ما بيحبش ان هو يلف كتير، واليوم قصير جدا، فببقى مش لاحقه اعمل اي حاجة. فقلت لا، اخلص قبل رمضان كل الحاجات بتاعتنا بقى ولبس العيد وكل حاجة، علشان يبقى قاعدين الشهر كله الحمد لله كده نستغله في العبادة كده وقراءة قرآن، وما يبقاش ورانا اي حاجة. الايام الاخيره من رمضان الواحد الصراحه ما بيبقاش فاضي خالص، علشان بيجهز للعيد. فانا الحمد لله قلت اخلص كل ده علشان اخر ايام نستغلها كمان في العباده. فالحمد لله خلصنا كل حاجتنا، وجينا بقى هنا زي ما قلت لكم يعني نجهز بقى المطبخ بتاعنا كده ونفرشه بالفرش بتاعنا الحلو ده. اول حاجه عملتها مسحت بس كده الرخامه، واديت لها تلميعه كده على السريع، لان انا منضفه قبل كده المطبخ تنظيفه عميقه. واللي ما شافش الفيديو ده يشوفه كده في القناه يعجبه جدا، وهيشجعه طبعا انه ما عادش وقت خلاص ان انت تقومي تقلبي القلبه بقى العميقه دي، بس على الاقل تعملي الاساسيات. المهم عملت ايه؟ حطيت على الرخامه التانية الصفايه، وحطيت جنبها الاير فراير. قلت اطلعها كده برضو على الرخامه، ان الاير فراير عندي بتعامل معاها معامله الميكروويف بالظبط. ببقى مثلا عايزه اكل يتسخن معايا، او ببقى مجهزه مثلا اكل خلصان من بدري، يعني بستعملها في كده في تسخين الاكل. لكن الصراحه مش بحبها ان هي تحمر لي الاكل، مش عارفه ليه، يعني مش بحب الاكل قوي فيها. فسبتها كده لانها اساسيه جدا معايا في ان انا اسخن فيها الاكل. المهم عملت ايه بقى؟ حطيت كمان في الجزء ده، مسحت كده الرخامه كويس، وحطيت بقى الستاند بتاع طبعا ده كان فيه المجات. فانا زي ما قلت لكم ان انا ان شاء الله هعمل واحد كده للمجات على العيد يعني استند خشبي، فلسه ما خلصش. فقلت بقى يعني استغل الستاند هنا واحط فيه البهارات، اسهل لي، تبقى تحت ايدي وهتساعدني جدا وهتريحني في رمضان. فظبطت فيها بقى البهارات، وطبعا كنت غسلاها هي يعني غسله الستاند ده والصفايه معاكم في الفيديو اللي فات. فظبطت الدنيا كده، وحطيت بقى بوجي الحلو ده. الستاند ده حلو جدا، فيعني بيدينا كده روحانيات رمضان، فحطيته يدي شكل حلو على الرخام. بقى للجزء التاني برضو همسحه كويس بقى، اللي هو الجزء اللي جنب البوتاجاز ده دايما بيبقى فيه دهون، فدايما ايدي فيه همسحه بقى كويس كده برضو بالصابون، واشيل اي حاجة بقع مثلا على السيراميك او دهون او اي حاجة، وارجع كل حاجة تاني مكانها. بس طبعا لازم نحط الديكور بتاعنا او نحط الشكل بتاعنا الحلو علشان يدينا اشكال حلوة في رمضان. المهم بقى همسحه كويس زي ما قلت لكم. وانا الحمد لله كنت غاسله البوتاجاز برضو، وكنت غاسله السيراميك، فكل حاجه معايا نظيفه، وده سهل عليا جدا ان انا افرش على طول. حطيت بقى القطعه اللي هي الخشبيه دي كانت عندي، فحطيت عليها المفرش ده بحيث ان هي برضو تدي شكل رمضاني كده. ورجعت بقى المعالق زي ما هي. دول معرفش ان انا اشيلهم من جنب البوتاجاز، لان دول اساسيين معايا وانا بطبخ او انا بعمل الاكل او كده. دايما ايدي في المعالق بقى، وبجيب معلقه وكده يعني، فلازم يكونوا جنب الاكل على طول. المهم او جنب البوتاجاز. حطيت بقى الصينيه اللي هي عليها بكار الصغيره دي، بس انا يعني بعد كده اشيلها من المكان ده، حسيتها زحمه شويه. وحطيت بقى الصينيه الكبيره دي، وحطيت كمان فانوس صغير كده برضو يدينا شكل حلو. وعلقت بقى اللي هو شريط الليد ده، بس للاسف جيت اعلقه بعد ما خلاص علقته والدنيا تمام لقيته ما بيشتغلش، لقيته مقطوع. مع ان انا كنت بحب الشكل ده قوي، يعني الفوانيس بتاعته والهلال تحس ان حجمها كبير شويه، فكان بيديني شكل حلو قوي. فانا شلته وحطيت واحد تاني بداله. المهم كده كنت خلصت بقى الرخامة، وهنا جبت الترابيزة بتاعتي. الترابيزة مش بستخدمها كتير، بس لازم في رمضان انزلها عندي كده واحطها في المطبخ، بحيث ان هي طبعا بتبقى عاملة كذا صنف وبيبقى عندك حاجات كتير، فانا الرخامة عندي مش كبيرة. فدايما مثلا بطلع الحاجة على الترابيزة، فبتساعدني جدا ان انا احط عليها الاكل الصراحة.
وبيبقى شكلها حلو وعاطيه برضو شكل حلو كده في المطبخ. وحطيت عليها كمان الدرق ده بتاع رمضان. حبيتش كمان ان انا اعمل زحمه كده في المطبخ عندي، علشان لما اجي انضف المطبخ يكون برضو عليا، يعني يكون سهل كده في التنظيف. جبت كمان اللي هي اللزقه بتاعه البوتاجاز عليها رمضان كريم وحطيتها على المرايه، يعني برضو عاطيه شكل حلو كده. وده كان الشكل النهائي. اسيبكم كده بقى تتفرجوا كده وتاخدوا جوله سريعه في المطبخ. وحوي وحوي وكمان وحوي اهو فات شعبان واهو جه رمضان. ارقصوا يا بنات قولوا لي كمان وحوي وحوي يا حلوة وحوي. بابا جاب لي فانوس احمر واخضر سنة للسنة عمال يكبر. ده كان الشكل النهائي للمطبخ بتاعنا. حبيت برضو اوريكم كده والانوار مطفية. وخلاص بقى هنا كنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنسوش يا حلوين الاشتراك في القناة وكمان تفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. واقول لكم بقى مع السلامة.